تعالى اقول لكم بسرعه ازاي عملت الفرخه البلدي المقلبظه الحلوه دي اللي عامله نفسها ديك رومي. تعالى اقول لكم ازاي نقدمها على السفره بنفس الشكل الحلو اللي انتوا شايفينه. اول حاجه الفراخ البلدي يا جماعه ما ينفعش ان احنا ندخلها الفرن من البدايه عشان ما تنشفش معانا. الفراخ البلدي لازم تتسلق عشان لحمها يكون طري. تعالى بقى اقول لكم هندهنها ايه عشان يديها اللون الحلو دوت. هنجيب معلقه كبيره من الصلصه ومعلقه كبيره من العسل الابيض، نص عصير ليمونه، وكمان معلقه كبيره حلوه كده من الزبده البلدي بتديها طعم حلو جدا، نص معلقه صغيره من البابريكا، نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وهنقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض. ما اول ما الفرخه تتسلق لازم نطلعها ونصفيها كويس جدا من الشوربه. بعد ما صفيناها كويس من الشوربه هنبدا بقى كده ندهنها من فوق ومن تحت، وما نسيبش اي مكان الا لما ندهنها بالخليط اللي احنا عملناه مع بعض. بعد كده بقى ندخلها الفرن ونفتح عليها الشوايه لحد بس ما تتحمر كده وتاخد لون حلو. نعمل بقى معاها شويه ملوخيه بالشوربه بتاعتها، بتكون يا جماعه خطيره، احلى شوربه ممكن تاخدوها. ما تسمعوش بقى كلام حد يقول لكم عشان تحمروا الفرخه البلدي لازم تحطوها في البدايه خالص في الفرن، حرام ما تنشف معاكم، مش هتاخدوا منها شوربه وهتكون كمان طعمها مش حلو. الفراخ البلدي زي ما قلنا لازم تستلق عشان تكون لحمها طري. ممكن بقى تعملوها كمان مع رز بالشعريه، تاخدوا كده شويه شوربه من شوربه الفراخ تحطوها على الرز، بيدي الرز طعم حلو جدا مع صينيه بطاطس، شويه شوربه لسان عصفور.